انا عارف ان محتوى channel على اليوتيوب كله عن الكول سنتر او الانجليش وازاي انا حسنت مستواي في الانجليش وكل ده عن تجربة شخصية. طب ايه رأيكم لما اغير المحتوى بما ان اخصائي نفسي يعني بقى وادمج ما بين الشغل وما بين اللي احنا بنتعلمه في العلاج النفسي والحاجات دي كلها؟ انا شايف ان ده ممكن يكون افيد اكتر لبعض الناس، انا مش بقول لكل الناس. انا كل اللي يهمني ان الاقي شخص او اتنين بيستفادوا ويجوا يقولوا لي بجد احنا استفدنا منك واحنا شايفين ان المحتوى اللي انت بتقدمه كويس، بالرغم ان انا مش هدفي ان انا مثلا ان اوصل ل 300 الف متابع او مليون متابع، لا. انا هدفي ان شخص واحد او اتنين يستفادوا، يبتدي حياتهم تتغير للاحسن، يبتدوا ان هم ياخدوا خطوه يقولوا الفيدباك ده انا قدرت ان انا اخده منك وانا استفدت منه بشكل كويس جدا وده ساعدني ان انا انجح في حاجات معينه. ده بالنسبه لي انجاز كبير قوي ودي حاجه كويسه جدا. فبفكر ان انا اغير محتوى برضو، ان هو مش هيبقى كله بس كول سينر او كله بس عن الانجليش ازاي تتحسن الانجليش، لا هدخل فيه حاجات في السايكولوجي، في السايكوثيرابي. تمام. الحاجات دي انا بجد اتعلمتها وبفضل الله بذلت فيها مجهود كبير. والقراءة يعني انا بالفعل يعني انا نفسي مرة كده اصور كده عدد الكتب اللي انا قرأتها على مدار ال10 سنين اللي فاتوا، واشاركها معاكم. تمام. واقول لكم انا بدأت في القراءة ازاي واستمريت ازاي ووقفت وبعد كده رجعت تاني وحسنت من نفسي ازاي وبدأت ازاي، والفيدباك لما تيجي تقرا ازاي. ده من وجهة نظري. انا ما انكرش ان كل دوت ممكن يكون متشابه مع ناس تانية كتير، بس انا كل نقطة انا بتكلم فيها من تجربة شخصية. نسبة كبيرة جدا هتلاقي في ناس كوبي بيست، في ناس تانية بتتكلم بجد عن تجربة، عن واقع تجربة شخصية، وده اللي هو هيلمسك اكتر. كمان بفكر ان انا المحتوى مش كله يكون باللغة العربية. ليه مثلا ما نزلش فيديو مثلا بتكلم فيه باللغة الإنجليزية حتى لو كان لمدة دقيقة أو دقيقتين؟ فده مش هبقول لك ان انا من الانجليش بتاعي جامد بقى وان انا يعني مفيش زي اتنين، لا لا لا، على فكرة الانجليش بتاعي عادي جدا وممكن انت يكون مستواك بعد تدريب معين يبقى احسن وافضل مني 100 مرة. تمام. بس انا عايز اثبت ليكو واثبت لنفسي الاول ان موضوع الانجليش ده مش بالصعوبة قوي ان انت تخاف انك تتكلم بالانجليش قدام الناس. لا، انا هطلع اتكلم وهلاقي فيه واحد او اتنين منكم. على فكرة يا احمد انت نطقت الكلمة دي مش بشكل كويس، انت على فكرة الجرامر عندك في الحتة دي ما كانش احسن حاجة او انت عملت ستريس على الساوند دوت. ده فيدباك هيفرحني جدا. مش معنى كده ان انا مش هوقف اعمل فيديوز بالانجلش، بالعكس ده هيحفزني ان انا لو بعمل فيديو لمدة دقيقة المرة الجاية هحاول اخلي الفيديو بقى دقيقة ونص او دقيقتين. ودي حاجة كويسة جدا. بس دي حاجة برضو حبيت ان انا اشاركها معاكم. يا ريت يا ريت لو انت حسيت باستفادة لايك سبسكرايب شير، لان ده ممكن يفرق معايا. سلام.